ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده بسكوت ال10 دقايق بطريقه حلوه جدا جدا واقتصادي من غير زبده ولا اي حاجه. عشان اللي مفيش عنده زبده، طبعا الزبده غلت جدا، اللي مش موجود عنده زبده يقدر يعمله برضو بزيت حلو جدا جدا وهيعجبكم ان شاء الله. تعالوا بينا نشوف المقادير ونشوف هنعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لكم كده المقادير واحنا شغالين. معايا كده بوله ضفت فيها كده بيضه واحده بس. الكمية اللي أنا هاعملها النهارده هي قليلة شوية، أنتِ ممكن تزوّدي المقادير لو أنتِ حابة تعملي كمية أكبر من كده. ضِفت بيضة وضِفت عليها فانيليا، لو عندِك فانيليا سايلة برضه تمام كده، ضيفيها برضه، وضِفت كمان نُص كوباية سكر، هاقلّبهم كويس كده مع بعض لغاية كده ما السكر يدوب معانا، وبعد كده هنضيف الزيت. طريقة حلوة جدًا وسهل جدًا ومش هياخد معاكِ وقت خالص في المطبخ، وكمان مقرمش وطعمه بجد بُصّوا هيعجبكم جدًا، جدًا. جرّبوه وإن شاء الله هيعجبكم وأتمنى يا رب وصفة النهارده تستفادوا منها. ضِفت كده الزيت وقلّبته كويس كده مع السكر والبيض. تمام، خلاص أنا قلّبت ده والسكر داب كويس. هنضيف بقى المكونات الجافة اللي هي دول كوباية ونُص دقيق. وضِفت عليهم معلقة كبيرة نشا، وكمان هاضيف نُص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهاضيف كمان رشة ملح. تمام كده، وهاقلّب المكونات مع بعضها لغاية ما الدقيق يختفي معايا. طبعًا البسكوت ما بيتعجنش كتير، هو يا دوب كده المكونات كده تختفي مع بعضها ويبقى كده العجينة معايا جاهزة للتشكيل. دلوقتي أنا احتجت كمان معلقتين دقيق عشان العجينة تبقى معايا مضبوطة. طبعًا مش كل الدقيق زي بعضه، دايمًا لمّا تكوني بتعملي حاجة أي مخبوزات تسيبي نُص كوباية على جنب، احتجتيها، احتجتيها، ما احتجتيهاش يبقى تمام. لإن طبعًا كل دقيق كل د ك أنواع الدقيق مش زي بعضها، بتختلف عن بعضها. دلوقتي أنا قسمت العجينة نُصّين، ضِفت معلقة كاكاو صغيرة على النُص اللي أنا شيلته ده، ده هاعمله كده بالكاكاو زي ما أنتم شايفين، وده هاعمله سادة بالشكل ده. جِبت بقى صينية ودهنتها دهنة بسيطة جدًا من الزيت. مش ما تكبّروش حجم البسكوتة يا بنات، علشان طبعًا هو فيه بيكنج باودر، علشان ما يفرشش معاكم في الصينية ويبقى كبير أوي، يبقى شكله مش ظريف. فخلّي الواحدة صغنّنة حلوة كده عشان يبقى البسكوت كلّه شكله حلو. هاسيب ما بين كل واحدة وواحدة مسافة بسيطة كده علشان البسكوت هيفرش معانا شوية بالشكل ده كده. أنا هاكتب لكم إن شاء الله المقادير في صندوق الوصف، صندوق الوصف تضغطي على عنوان الفيديو هيدخّلِك على طول على صندوق الوصف. معايا بقى الشكل ده كده، ده ما عندي أشكال كده من بتاع البسكوت. أنتِ عندِك بمعلقة ممكن تعمليها، ممكن عندِك أي أشكال تانية تعملي بيها، ممكن لو عندِك أشكال اللي هي القلب تعملي بيها، الأشكال اللي أنتِ تحبيها خالص. أنا هاعمل الشكل ده كده. وهاجيب كمان غطا إزازة برضه نعمل بيه ونشوف الشكل هيبقى معانا حلو والّا إيه، نكمّل بيه برضه، عشان اللي مش موجود عنده حاجة أي حاجة تقدري إن أنتِ ت ت تشكّلي بيها وش البسكوت. ممكن تسيبيه سادة خالص من غير ما تخرّميه أو من غير ما تعملي له أي شكل من فوق، برضه بيبقى حلو جدًا. ممكن كمان يا بنات تجيبوا شوكولاتة وتسيّحوها على حمام بخار، وكمان على بخار مَيّة كده، وبعد كده تغطّسي نُص البسكوتة كده تنزّليها في الشوكولاتة لعند نُصّها بس كده وتطلّعيها لغاية ما الشوكولاتة معاكِ تمسك شوية في البسكوت، يبقى جميل جدًا، جدًا. شايفين أنا عملت الشكل ده والشكل ده، الشكل بتاع الغطا حلو جدًا. هاكمّل بقى بقية الكمية زي ما أنتم شايفين كده، وهادخّله على درجة حرارة 180 على الرف على شبكة الفرن مش على الأرضية. أخَد معايا نُص ساعة في الفرن، وبعد كده أمّا أخَد لون من تحت ولّعت عليه الشواية ما فيش ثواني من فوق بس كده أخَد لون الدهبي الحلو ده، وبعد كده طفيت عليه على طول وطلّعته. ما لزقش معايا في الصينية ولا احتجت ورق زبدة ولا أي حاجة من دي خالص. شايفين بقى لونه حلو جدًا، جدًا. أخد اللون الدهبي من تحت الجميل ده، وأخد اللون برضه الدهبي من فوق، كأنه واخد لون اللون من فوق ومن تحت زي بعض بالضبط.
وده الشكل اللي بالغطا، وده الشكل اللي إحنا عملناه برضه بشكل بتاع البسكوت، وده اللي بالشوكولاتة أهو، اللي بالكاكاو. أفتح لكم كده واحدة مقرمش جدًا، جدًا، وحلو جدًا، جدًا، هيعجبكم إن شاء الله، وعجب جوزي جدًا، وعجب ولادي جدًا، جدًا، وإن شاء الله هاعمله تاني، بس هاعمل كمية أكبر بقى شوية من دي إن شاء الله. فرّحوا ولادكم واعملوه لولادكم في البيت بدل ما يشتروا بسكوت من برّه، وحاجة عاملاها بإيدِك لولادِك ونضيفة وحلو جدًا، ويا رب النهارده وصفتي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي. واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة. مع السلامة.